حسين القلة كمنتج، انا اللي غيرته على فكره. انت اتعاملت معاه كممثل وتعاملت معاه كشاعر، صح؟ ولا ايه؟ ايوه صح؟ ايوه. هو اللي كتب كمنتج لي بقى يعني كفلوس ايه؟ آه، وكلوكيشن ايه؟ يعني هقول لحضرتك من الاخر للاول. تقول بصراحة. الفيلم الاخراني ده مبدئيا، زي ما حضرتك شفت حضراتكم شفتوا الاغنيه، التتر اللي بدأ مع اخر حته في الاغنيه. يعني كان ممكن سهل جدا يخلي الاغنيه دي في التترات زي كل الحاجات. هو اهتمامه بالكلمات وبالاغنيه وتقديره لكل الناس. هو الناس مش ويصورها في كذا مكان. وانه مش عايز حد يقوم الا لما الاغنيه تخلص. كانتاج، واحنا بنتفق انا كنت بعمل ساعتها بعمل مسلسل اطفال اسمه زازا وجرجير، وكان 6 اجزاء. ده كتابة كالاغاني يعني. كان بقالي فتره، ما كان مثلا 5 سنين مش بينزل المسلسل. فهو قال لي اخر قدر خدته كام، فقلت له كذا، فراح هو لا قول كذا ضعفه لي في 2. بيقول لك قول الكذا كام؟ كانوا ساعتها 5. كذا. وراح قال لا خلاص يبقوا الضعف يعني. بقى كذا وكذا. يعني 5 و5. لا يعني بقى 10 دقايق بالظبط. كويس. ووجبه. وجبة. فهو يعني هو ده، وده استاذ حسين القلة ده دايما كده، دي مش جديده يعني. هو دايما بيضاعف، ودايما بيكرم، ودايما بيقدر اللي قدامه. وده بقى كمان كان معانا واحنا صغيرين جدا بقى في اوقات فراغ. احنا كنا يعني بنتعامل معامله ممثلين تقال يعني. بس كان لسه مفيش موضة الكرفانات. لا كان في كان في يعني جبتوا كرفان وقعدتوا فيه. كان في كرفانات لما كنا بنعمل خارج، كان في كرفانات. ما انا قاصد اقول الحاجات دي عشان ده ايوه كده ما بيحصلش غير مع النجوم اللي بجد، اللي هم لا 800 فيلم. وطارق الشيمي يعني ليه باع في الحكايه دي. لا هو لان النجم الاخر يشترط كرفان معين. ممكن يمشي من التصوير لو ما جبتلوش الكرفان المعين، يعني قصه كده. لا احنا كنا متدلعين جدا جدا. اصل دي نقطه مهمه قوي، ان حسين القلة في ناس كده، في نظريه في الانتاج بتقول لك، وطارق هو عارف، يقول لك المنتج ما يدفعش فلوس غير اللي بيطلع على الشاشه. يعني دايما يقول لك كده، يقول لك انا ادفع اللي انت عايزه، بس اللي يطلع على الشاشه طلع لي بقى الحاجات دي على الشاشه، تمام؟ فحسين القلة اللي انا بساله ده، يعني قد يبدو ان انا بهزر، لكن انا ما بهزرش. انه انتوا اتعاملتوا معامله النجوم زيكم زي احمد زكي، اكلتوا اكل كويس جدا، كرفانات كويس جدا، عدد ايام تصوير كذا كذا. المشهد اللي هو بتاع الحادثه ده اياميها، ده الشوط الاخراني ده اللي بنطلع منك ده لفوق، ده موضوع يعني. والملاهي احنا الملاهي بقى 2 أو 3 في دريم لاند كلها متقفله. فين ماهي؟ دريم لاند الملاهي يلا. ما انا بحاول يعني بحاول اعمل ده التغيير الوحيد اللي عمله محمد مصطفى بالفيلم بالسيناريو. المي التغيير الوحيد اللي عمله محمد مصطفى، التغيير الوحيد اللي عمله محمد مصطفى ان هو صور في الملاهي.